بسم الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عندي هنايا 2 كيسان ديال الدقيق ونصف. هانتوما شوفوا كيفاش عمرت الكاس. بهاد الكاس غادي ندير جميع المكونات. الكاس ديال العنبه غادي نحيد الدقيق وغادي نبداو ان شاء الله. غادي نجيب الماعون وغادي ندير بيضه كامله وقبيصه ديال الملحه لتعديل الذوق، وغادي ندير فانيليا باش نلسمو ان شاء الله. هنا غادي نضيف نصف كاس ديال السكر حبيبات او السكر سنيده. اللي بغى الحلاوه بزاف فيدير كاس الا ربع. انا هنا درت نصف كاس، ما بغاش الحلاوه كثيره بزاف. وغادي نخلطوا البيض ديالنا حتى كيتبدل اللون ديالو. السكر كما كنقولوا كتزيدوا كتنقصوا. غادي نصليو على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل عليه في الاخرين وصل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. هنا راه كنديروا الثلث ديال الكاس ديال الزيت، ما كنديروش النص، كنديروا الثلث. الكاس كنقسموه على 3. هانتوما الثلث ديال الكاس ديال الزيت. هنا غادي نضيف الكاس ديال الحليب في درجه الغليان. هنايا السكر باقي ما دابش كامل، ولكن ملي غادي نضيفوا الحليب غادي يذوب لينا السكر ديالنا كامل. هنا قلنا راه عندي 2 كيسان ونصف ديال الدقيق. دابا غادي نضيف الدقيق ديالنا، ولكن واخا هكاك ما غاديش نضيفوه كامل دفعه واحده، غنديرو شويه شويه وحنا كنخلطوا. ضفنا الدقيق ديالنا كامل. غادي نضيف 10 غرام ديال الخميره. هنا راه عندي فيه 8 غرام. غادي نزيد شويه باش نكمل 10 غرام. صافي دابا ضفنا شويه كملنا 10 غرام. وغنخلطوا الخليط ديالنا مزيان. هذا الخليط ضروري يكون شويه ثقيل، ما خصوش يكون جاري، خصو يكون شويه ثقيل. نتوما شوفوا الخليط ديالي راه ثقيل. في هذه الوصفه هذه ديروا بيضه تكون شويه كبيره، ما تكونش صغيره. الا كانت صغيره فديروا 2، الا كانت كبيره فديروا 1. هانتوما شوفوا الخليط راه ثقيل، ها هو راه ما خفيفش نهائيا. دابا غادي ناخذ منه 2 ملاعق، وغادي نضيف عليه 2 ملاعق ديال الحليب ومعلقه عامره ديال الكاكاو. ودابا غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان. دابا غادي نعمر الخليط ديالي في هذا البوش، وغادي نجيب الطبق اللي حطينا فيها البابي ديال الطهي ودهناه بشويه ديال الزيت، وغادي نبداو ان شاء الله نشكلوا الخليط ديالنا. الفران راه شعلنا عليه وخليناه يسخن بين ما نشكلوا الخليط ديالنا. دهنا البابي بشويه ديال الزيت باش نتفاداو ان الحلوه ديالنا تلصق لينا. ودابا غادي نبداو نشكلوا الحلوه ديالنا مباشره فوق البابي بهذه الطريقه اللي نتوما كتشوفوا. طريقه سهله، ما درنا لا ليمون لا حتى حاجه، مباشره فوق البابي. وملي غادي نكملوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه غادي نديروا الخليط الاخر فوق منه بنفس الطريقه باش تجينا الحلوه ديالنا رخاميه. كنخليو المسافه بيناتهم باش ما يلصقوش لينا، لان الحلوه ديالنا فيها الخميره. غادي نستمر هكا حتى نكمل الخليط ديالي كامل. من بعد ما كملنا الخليط الاول بنفس الطريقه غادي نديروا الخليط الثاني. غير هنايا راني استعملت البره ديال الحنه، ماشي بالضروره انكم تستعملوا هاد البره هادي. استعملوا البره اولا تستعملوا البوش، فبحال بحال شي حاجه اللي تخرج لكم الخليط ديالكم رقيق. الا استعملنا البوش ديالنا كنقطعوه قطعه صغيره بزاف باش يخرج لينا الخليط ديالنا رقيق، ما بغيناش يخرج لينا غليظ. الا خرج لينا غليظ فالزوقه ديال الحلوه ديالنا كتخسر، بغيناه يخرج رقيق كنقطعو قطعه صغيره. دابا غادي ندخل الحلوه ديالي للفران اللي سخنته من قبل باش طيب لينا. من بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا ها هي كيفاش كتجي. غادي ناخذ هذا السيركل هذا وغادي نقطع به باش تجيني مقاده ومفينيه. من بعد ما قديت الحلوه ديالي وقطعتها بالسيركل، هاد الزوائد اللي شاطوا ليا غادي نديرهم في الهاشوار وغادي نطحنهم مزيان، وهما باش غادي نزوقوا الحلوه ديالنا.
غناخدو الحبه كنقسموها على النص وغادي ندهنها بالشكلاط ديال الدهن. بغيتو دهنوا بالمربى اولا بغيتو دهنوا بالشكلاط، بغيتو دهنوا بالفرماج، اللي بغيتو دهنوا به كدهنوا به. انا هنايا استعملت الشكلاط ديال الدهن، جاني زوين بزاف وجاني المذاق ديالو رائع. صافي دابا كنسد الحبه بحال هكا وكنحطها وكناخذ وحده اخرى كنقطعها هكا على النص وندير ليها الشكلاط، ندهنها بالشكلاط مزيان صافي. وكنسدها حتى هي وكنجيب المربى من بعد ما درنا الشكلاط وسديناها. ها هي كيفاش كتجي. دابا غادي نزينها من الجناب كما قلنا، غادي ندهنوها بالمربى، ولكن المربى ما غاديش نخليوه يطلع لينا الفوق باش ما يفسدش لينا الشكل ديالها. غادي نديرو غير من الجناب. وملي غادي نكملها ان شاء الله غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. كتجي تبارك الله رائعه. كنتمنى ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.